اول يا زوزو ما بتمسكي الاير فراير بعرف ان في وصفه حكايه. هتحطي ايه بقى؟ عيش تورتيلا وبيض، ايوه، وخضار، بصل، طماطم، موتزاريلا. ده ايه، انت بتعملي بيتزا ولا ايه؟ الله، ايه المنظر ده؟ ازاي طلعت معاكي كده؟ ده شبه الفطير الشرقي تقريبا. تفتكروا هتطلع معانا كده؟ تعالوا نجرب ونشوف النتيجه ايه. رغيف تورتيلا، هنكسر بقى عليه 4 بيضات، 2، قلايه متقطعه ترنشات صغيره، طماطم وفلفل سبايسي متقطعين ترنشات صغيره. هنقلب بقى كل ده كده مع بعض اهو. رشه ملح من الفلفل الاسود، وهنحط بقى عليها رشه من الموتزاريلا كده اهي اهو. ده كده شكلها. هندخلها بقى الاير فراير على درجه حراره 185، هتقعد 20 دقيقه. طلعتها من الاير فراير، هي على فكره خدت 9 دقايق بس مش 20 دقيقه. مش عارفه ليه وهق الزبده كل مره لازم يلزق، مش عارفه ليه. بصوا شكلها اهي، طلعت قطعه، هي لزقت من الاطراف بس اهي. يلا ندوق بقى ونشوف النتيجه ايه. طعمها حلو قوي يا جماعه، حقيقي طعمها هايل، طعمها حلو جدا وما خدتش مننا وقت خالص. فطار سريع قوي، عشاء سريع قوي للبيت كله. بس شوفوا لكم حل بقى في اوراق الزبده اللي بتلزق من كل حته دي وتستحق التجربه. بس شوفوا حل الورق الزبده.